بفيديو اليوم حضرت لكم كيكة النسكافيه الباردة على الأصول، حرفيا لذاذة وأكتر من لذاذة، بتدوب بتتم ذوبان، وخاصة بهالطقس الحار اجت بوقتها. يا سلام ويا سلام. فضلا لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب، شاركت هذا الفيديو مع الأصحاب، تشتركوا بقناتي. وحاليا خلينا نبلش فورا بطريقة التحضير. كسر النظيفة رح نبلش أول شي نحضر لبودينج القهوة. رح نزل كوب من الحليب البودرة، طبعا أنا بستخدم الأكواب والملاعق المعيارية. سعة الكوب 250 ملي. ورح نزل فوق الحليب البودرة 5 ملاعق كبار من نشاء الذرة أو اللي هو الكورن فلور. ورح نزل نص كوب من السكر، فيكم تحطوا لحد الكوب. ملعقتين كبار من النسكافيه. بمضرب يدوي رح قلب كل هالقصص مع بعضها. رح اضيف عليهم 4 اكواب من الماء، طبعا اكواب المقاس. قلبهم لحتى يمتزجوا ويختلطوا عندي وما يبقى عندي اي تكتلات. تأكدوا انه كل المواد دابت عنكم وما ضل فيه بالخليط اي تكتلات حتى يطلع عنا قوام الخليط ناعم. بعد ما دابت عندي كل هالمواد رح احط كسرولة على الغاز لحتى يتقل عندي قوام الخليط، مجرد غلوتين مو اكتر. وهيدا خليط البودينج، مجرد بس اول غلوة والثانية اللي تكتروا عليه. بزبدية نظيفة وغميقة رح نزل خليط البودينج، وراح اغطي سطح البودينج لحتى ما ينشف عندي ويتكون معاي طبقة. وراح اتركه يبرد بهاي المرحلة ليصير بحرارة المكان بهاي الطريقة. هلا حاليا رح نروح لتحضير الكريمة. بحضر الكريمة بزبدية غميقة. نزل ظرفين من الدريم ويب الكريم شانتيه، بيطلعوا حوالي كوب. رح نزل فوقهم ملعقتين كبار من الحليب البودرة حتى نعزز النكهة. بالمضرب ببلش اقلبهم بهيدا الشكل. هلا حاليا رح نزل بالتدريج نص كوب ماء مثلج، تأكدوا انه يكون مثلج. رح نزل اول شيء حوالي ربع كوب ورح ادمجه على سرعة وسط حوالي دقيقتين. وهذا شكله بده يشكل عندي هيك، بتلاحظوا انه مثل الرغوة، مثل الكريمة الثقيلة. هذا شكله النهائي. اخذ معي خلط حوالي 4 دقائق. اتأكدوا انه صار قوام الكريمة كتير متماسك مثل ما نكون شايفين، ما بينزل ابدا من المضرب. لهاي المرحلة بيكون تمام وبرفكت. وهيدا شكل البودينج بعد ما برد عندي. راح اعطي بودينج القهوة كم خفقة لحتى يصير عنا قوامه كريمي. خفقته حوالي دقيقة على سرعة وسط. خليط الكريمة اللي خفقته رح حاول نزل شوي من البودينج فوقه واخلط لحتى تخلص عندي كل الكمية. رح نزل اول 3 ملاعق. رح بلش اخفق بودينج القهوة مع الكريمة لحتى تختفي عندي اول دفعة على سرعة خفيفة. اختفت عندي اول دفعة، رح بلش نزل دفعة ثانية من بودينج القهوة. كمان رح اخفقها مع الكريمة لحتى تختفي عندي بشكل كامل. حاليا رح بلش نزل اخر دفعة من البودينج. وهذا شكل البودينج بعد ما صار عندي جاهز. شايفين قديش قوامه كريمي. نحضر للبسكت. انا عندي هون حوالي 400 جرام من البسكت الفانيلا او بسكت الشوكولا. حبيت اعمل ميكس لحتى ناخذ الطعمة الطيبة. بزبدة غميقة رح نزل كوب من الحليب البارد. كمان رح نزل مغلف من الكابوتشينو. بلش دوب الكابوتشينو بالحليب لحتى يمتزج عندي الحليب مع الكابوتشينو. اضمنوا بهاي المرحلة انه مغلف الكابوتشينو داب عنا تماما. اعمل
كيكة النسكافيه بقالب التشيز كيك مقاس 20 سنتي. فيكم تعملوه بالبايركس بأي قالب موجود عندكم. رح بلش اغطي البسكت بالكابوتشينو والحليب، مجرد بس انزلها بهاي الطريقة هيك واطلعها، مو اكتر. رح بلش بالشوكولا، بعدين بالفانيلا وهكذا لحتى نعمل اول طبقة بسكت عنا. هيك بكون رصيت اول طبقة. حاليا رح نزل شوي من خليط كريمة القهوة، وزعها بهيدا الشكل لحتى تتغطى عندي كل طبقة البسكت. حطيت اول طبقة من الكريمة، ورح بلش ارجع رص البسكت حتى عندي تخلص كل كمية البسكت. كريمة القهوة، وكيكة النسكافيه حاليا صارت جاهزة معنا لحتى تدخل الثلاجة أقل شي 6 ساعات، وإذا مستعجلين عليها حطوها ساعتين بالمجمد. إن شاء الله بشوفكم بالمرحلة النهائية. وهيدي كيكة النسكافيه بعد مرور حوالي 6 ساعات بالثلاجة. حاليا رح بلش حررها. حاليا هلا بلشت عم زين كيكة النسكافيه. هلا عم حط على الحواف هوني بسكت مطحون حتى ناخد الشكل الحلو. كمان بالنسبة للكريمة خفقت شوية كريمة مع معلقة من النسكافيه لحتى زين فيها وجه الكيكة. وفيكن كمان ترشوا بالاخر كاكاو، فيكن تكسروا حبات شوكولات وتحطوها على الوجه. هذا الشي ذوق شخصي. طعمه حلو. ولهون بيكون فيديو اليوم خلص، وكيكتنا الباردة كمان خلصت. بتمنى تجربوا تعملوا كيكة النسكافيه على طريقتي، كتير كتير رح تعجبكم، وخاصة بهالجو وبهالحر. يلا نشوفكم بفيديو جديد، واكيد مع وصفات جديدة، وسلام.